الموقف الحالي داخل الزمالك من اللاعب ناصر منسي عقب تصريحات كريم حسن شحاتة. تقارير إعلامية صادرة اليوم كشفت من داخل نادي الزمالك عن موقف المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق من المهاجم ناصر منسي مهاجم الزمالك. الإعلامي كريم حسن شحاتة كان اتكلم بالأمس إن ناصر منسي أخبره بأنه يشعر بتجاهل من جانب المدرب أوسوريو في الزمالك. ووفقا لمصادر وتقارير من داخل نادي الزمالك فإن أوسوريو لم يتجاهل ناصر منسي ويدفع به كثيرا في المباريات، ولكن يعتمد بشكل أساسي على المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري. وتابعت المصادر أن أوسوريو لم يطلب رحيل ناصر منسي، ولكنه طلب تدعيم الهجوم بمهاجم آخر قوي ومميز، ويفضل أن يكون مهاجم أجنبي ليكون عنصر إضافي في الخط الأمامي. وتابعت المصادر أن مسؤول نادي الزمالك لهم وجهة نظر أيضا، وهي أن ناصر منسي لاعب قوي ومهاجم متميز وهو لاعب منتخبات منذ صغره، إلى جانب أن اللاعب لم يحصل على فرصته في خط هجوم الزمالك منذ التعاقد معه منذ وقت قصير.